في معلومة كده صغيرة انت كمصري لازم تعرفها. في حتة كده كبيرة جنب رمسيس اسمها ميدان أحمد حلمي. مين بقى أحمد حلمي اللي سموا ميدان مشهور قوي كده على اسمه؟ أحمد حلمي كان صحفي مصري اتولد في حي الحسين بالقاهرة سنة 1875، واشتغل مع مصطفى كامل في جريدة اللواء، وكتب مقاله الشهير يا دافع البلاء عن حادثة دنشواي، وشاط بقى الكل وكان فعلا ذكر. أحمد حلمي اتهم بالعيب في الذات الملكية عشان عارض الخديوي عباس حلمي التاني، واتسجن كمان، وهو أول صحفي اتسجن بالتهمة دي. وبعدها أصدر صحيفة اسمها القطر المصري، والاحتلال الإنجليزي قفلها له، وفضل يشاكس ويشاكس، مقال هنا، كلمة حق هنا، جريدة تتقفل وغيرها تتفتح. ومات سنة 1936 وهو عنده 51 سنة، وتسمى الميدان والشارع في القاهرة باسمه. وقبل ما يموت جاله حفيد يا دوب شافه 6 سنين ومات. الحفيد ده هو الشاعر المصري صلاح جاهين اللي اسمه محمد صلاح الدين بهجت أحمد حلمي. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.